السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. ايه رأيكم؟ الممبار ده تحفة 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 ما شاء الله، جميل جدا. والليمون ده انا اللي مخللاه من السنة للسنة وهو ني. نشوف الممبار الجميل ده عملناه ازاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايه رأيكم؟ جميل 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 وفي اكتشاف انا اكتشفته هنشوفه مع بعض، وتجربة جربتها برضو هنشوفها مع بعض. يلا نقول بسم الله ونبتدي نشوف هنعمله ازاي. اولا انا جاية من بداية تنظيف الممبار. انا رحت للجزار واتفقت معاه اني عايزة ممبار. وانا على طول لما بجيب عزكم الله الجاموسي، ما بجيبش البقري، ما بحبش البقري. وخدته منه زي ما هو في الكيس وشيلته في الفريزر، هو جايبهولي متنضف. بس انا بشيل طبعا كل الدهون اللي عليه. لازم طبعا ننضفه تاني يعني. اكتشفت ان هو جاموسي، لما جيت اعمله اكتشفت ان هو جاموس بقري قصدي. فمضطر اسفه ان انا اعمله، بس ايه سبحان الله، اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه فعلا يعني. المهم انا بشيل كل الدهون اللي عليه من بره، هو كده لسه مش مقلوب. بشيلها كلها وانضفه كله من بره. لازم تتشال علشان يستوي، يستوي بسرعة ما ياخدش سوا. بشيل اي زوائد، بنضفه كويس. ما بخليش فيه اي دهون خارجية خالص. يا ريت لو موجودة معايا تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا بقلبه طريقة سهلة جدا تحت الحنفية. انا بنضفه بالمعلقة، هي طريقة حلوة جدا وبتنزل كل حاجة. طبعا احنا عارفين الممبار ده ايه وجاي منين، فلازم يتنضف كويس. بننضفه كويس زي ما بيقولوا كده، بتكحتيها كويس بالمعلقة. وخليه يعتبر ورقة. بصوا في الاخر بقى عامل ازاي، رفيع جدا. هو علشان بقري وصغير رفيع جدا بالمنظر ده. هبتدي اجرب معاكم تجربة انا شفتها كتير على قنوات كتير عاملاها. هجربها واشوف هتنفع ولا مش هتنفع. طبعا انتوا عارفين الكبة بتاعتي الصغيرة دي، وفيها الخافق اللي هو طبعا مش هنعمله بالسكينة، ده خافق بس اللي هو زي خافق السوائل. هحاول اعمله بيها ونشوف ايه اللي هيتم. هينضف فعلا زي ما قنوات كتير نازلة ان هي نضفته بالطريقة دي، ولا مش هيتنضف بصراحة؟ ولا اي اندهاش ولا عمل اي حاجة، زي ما هو، ولا اتنضف ولا عمل. بصوا اللي انا منضفاه بايدي، شكله حلو جدا، نظيف جدا، ما فيهوش اي شوائب، ما فيهوش اي حاجة. لا نرجع لعادتنا القديمة، لطريقتنا اللي احنا عارفينها. ننضفه كويس، هو ما بياخدش مني اي وقت. بشيل كل اللي فيه وبرميه وبيبقى زي الفل. دول ما شاء الله 2 كيلو. بقول لكم ما تجربوهاش، تجربة فاشلة بجد يعني. كده انا الحمد لله نضفته كله. بصوا رسي على ايه، طبعا بعد ما بتنضفيه وتشيلي منه الدهون وتقلبيه رسي على الكمية دول. حبة خل محترمين. بحط دقيق عشان طبعا ينزل كل الزفارة اللي موجودة. عندك ليمون بتحطي ليمون، بحط ملح غسيل، انا ده مسميه ملح غسيل، هو بيبقى يعتبر درجة تانية. بعمله اغسل بيه كل حاجة انا عايزاه اغسلها بالملح. طبعا الملح بينزل الزفارة. هنضف. هندعكه دعكة حلوة حلوة كده ومحترمة. وانزل كل الزفارة اللي فيه. زي ما انتوا شايفين، ادعكه كويس بالدقيق والملح والخل عشان يبقى زي الفل.
اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة في اي ريحة مش حلوة طبعا. كده خلاص، هنبتدي نشطفه بقى شطفة حلوة، واغسله تاني بالخل، هصفيه بالمصفى، اصفيه بالمصفى عشان ما يبقاش فيه اي شوائب. لو تاخدوا بالكم بقى القطعه دي الوحيده اللي كبيره، لازم اي جزار راح تشتري منه اي حاجه لازم يحط لك فيها حاجه غلط كده. طبيعي يعني. لو عايزه لحمه حمراء لازم يحط لك حته سمينه في الدره، لو عايزه ممبار كله صغير ورفيع لازم يحط لي حته تخينه كده، رخامه يعني. بس عايزه اقول لكم الحته التخينه دي طعمها حلوه جدا. و المهم وانتي بتحشيها نضفه كويس، ونشطفه تاني وتالت ورابع شطفة حلوة جدا. ننزل كل حاجة لحد ما تبقى المية بتاعته زي الفل. عندك ليمون، اعصري عليه ليمون وسيبيه منقوع في الليمون شوية. بصوا انا بنقعه في الخل تاني علشان برضو انزل فيه بقى طبعا بواقي الدقيق، بواقي الملح، بواقي اي حاجة، واغسله. هسيبه منقوع 10 دقايق في الخل ونشطفه. يلا بينا نشوف هنحشيه ازاي. بصوا انا الحشوة بتاعة الممبار هي بالنسبة لي هي حشوة المحشي العادي، بس بزود سنة زيت عشان يبقى سهل في الحشو مش اكتر. لكن هي الخلطة ما بعملهاش ني في ني. في ناس بتعملها ني في ني، وطبعا بيبقى كل واحد وذوقه، هو حلو في جميع الاحوال. لكن انا بعملها عادي تخديع عادي جدا زي بتاعه المحشي، وانا عملتها معاكم قبل كده، ولو حابين تشوفوها هسيبها لكم في اول تعليق مثبت. بصوا انا بمسكها كده من ناحيتين واحشي بصباع تاني، يعني سهله جدا وبسيطه جدا. شايفين برعي عمل ايه في ايديا؟ مبهدلني. هحشي بقى اللي انا كنت فاكراها هتبقى صعبه جدا في الحشو وهتاخد كميه رز ويبقى شكلها وحش، بقت عامله ازاي. اهم حاجه وانتي بتحشي الممبار يبقى شبه فاضي، تبططيه خالص خالص خالص، وتخلي كميه الرز اللي فيه قليله جدا جدا. شايفين هو حلو جدا. بصوا بقى جايبه الحته اللي هي الكبيره دي، هحشيها وهوريكم كمان. هي بصوا الطريقه سهله جدا جدا، وطريقه حشو الممبار كمان زمان وانا صغيره كنت بحشيه بالقمع، لاني كنت لسه صغيره ومش بعرف امسكه كويس. دلوقتي لا عادي، بحشيه سواء رفيع سواء كبير، يعني سواء ممبار صغير او كبير عادي بحشيه عادي بكل سهوله. اهم حاجه تبقي مقلله الرز جدا جدا فيه. طبعا انا غاسله الرخامه بتاعتي ومنضفاها، وكمان عاملاها بخل علشان لو اي حاجه وقعت عليها ما ان شاء الله يعني ربنا يعافينا ويعافيكم من اي امراض. فاضي جدا ما فيهوش اي رز. هكمل الحشوه، بس انا عايزه اقول لكم ان انا بربطه بفتله بتسقطه في الشوربه وبيلم معاها، بس برضو بيوقع رز، يعني مهما تقولي هو بيوقع رز. انا هعمل معاكم واحده كمان وبعد كده نروح نسلقه مع بعض. ميه السلق طبعا بيبقى فيها ورق لوري، فيها حبهان، اكنها شوربه عاديه جدا. وعايزه اقول لكم طعم الشوربه بتاعته جميل جدا 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 بجد والله العظيم. في ناس انا اعرفهم بيسقوا فيها عيش او بيفتوا فيها عيش، لانها بتبقى حلوه جدا، وطبعا واخد دسم الممبار كله. يلا نروح نسلقه مع بعض ونشوف هيبقى عامل ازاي. شايفين الشوربه نظيفه وزي الفل، فيها حبهان، فيها ورق لوري، فيها مستكه. شايفين ده الكبير بقى شكله عادي جدا زيه زي الباقي. وفيها كمان قرنفل، لونه حلو جدا، وطبعا طعمه فوق الخرافه. وحمرته. ايه رأيكم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون طريقتي عجبتكم. والله ممبار بوبس. هو يمكن عشان
الكاميرا مقربة شوية باين ان هو كبير، لكن في طبيعته هو مش كبير قوي كده. بصوا كل ما بتبعدي بتحسي ان هو صغير. يا ريت تشرفوني وتنوروني باللايك والشير والاشتراك في القناة، ويا ريت وصفاتي تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورتوني وشرفتوني.